المفروض بقى ان المنطقه اللي ورايا دي هي اللي بقيت من الفتح الاسلامي. وخلينا نبتدي بحصن بابليون لان هو المكان اللي مبني عليه قصص كل الاماكن اللي حوالينا النهارده. ليه حصن بابليون هو الاهم؟ حصن بابليون هو اتبنى في القرن الثاني الميلادي تقريبا، وكان هو ميناء نهري. كانت المنطقه دي كلها تقريبا نهر النيل، وكان هنا الحصن اللي بيأمن الميناء النهري ده. الحصن ده كان روماني، فالرومان كانوا بيبعتوا هنا بضايع واسلحه وبياخدوا قمح من مصر عشان يودوها للامبراطوريه الرومانيه. فاتبنى الحصن ده عشان يأمن الضفه دي من نهر النيل، كمان يبقى الباك اب بتاع منطقه اسكندريه. لو في حد جه من البحر المتوسط يهجموا عليه من الناحيه دي، يطلعوا من فرع دمياط او رشيد، يطلعوا على البحر المتوسط ويقدروا ان هم يأمنوا ظهر الاسكندريه يعني. جه عمرو بن العاص بقى ايام الفتح الاسلامي